بيتهيألي مفيش شاب ما حلمش الحلم ده. كان حلمي وحلم كل شباب جيلي، وحلم 90% من الشباب المصري والعربي. كان حلمي اني ابقى لاعب كرة مشهور، بقبض كتير، الجمهور بيحبني، وسجلت اهم هدف في تاريخ النادي اللي انا بلعب له، او انقذت انقاذ تاريخي هو اللي حقق البطولة لفرقتي. لكن للاسف زي احلام كتير، الحلم ده ما اتحققش، وفضلت لاعب كبير في مخيلتي انا بس. النهارده هنتكلم عن ازاي كان نفسي ابقى لعيب في حكاوي الخميس. انا زي شباب كتير كان حلمنا الاول وعشقنا هي الكوره. كان كل واحد فينا ليه الفريق المفضل بتاعه واللاعب المفضل بتاعه اللي كان بيقلده في كل حاجه، في طريقه جريه، في احتفاليته، حتى في قصه شعره. كان كل اتنين صحاب لو فرقهم بيلعبوا بعض اللي بيكسب بيعاير التاني طول اليوم، او حتى احيانا لحد الماتش التاني اللي هيجمع الفرقتين مع بعض. ما اعتقدش ان في بيت بيخلى من شتات الكوره اللي بتحمل قصص كتير جدا، من جري وعرق وفرحة وسعادة وحاجات كتير جدا. كنا نسهر نتفرج على الماتشات الأوروبي، وتاني يوم نروح المدرسة ونقعد نحلل الماتشات مع بعض، وفي آخر الأسبوع نلم بعضنا ونروح الحجز الأسبوعي بتاعنا، ونروح بيوتنا بعد الحجز واحنا مش قادرين نرفع رجلنا حتى من على الأرض ومهلوكين من التعب، لكن مبسوطين جدا جدا ومرتاحين نفسيا، وكمان لو كنا كسبانين بزيادة. دايما واحنا في المدرسة كنا بندور ازاي نبهر مدرس الالعاب بتاعنا علشان ياخدنا في فرقة المدرسة بتاعتنا ونطلع نلعب دوريات المدارس، وكنا بنحاول في دوري المدرسة اللي احنا فيها نحقق البطولة بتاعة المدرسة، وبنلعب بكل شغف وبكل قوة مع اننا كنا لسه عيال صغيرة. كنت بتستنى لما الجمهور اللي حواليك وزمايلك في المدرسة يقعدوا يهتفوا بالجون اللي بتجيبه او بالتدخل اللي بتعمله، بيبقى شكله حلو جدا. كان دوري الفصول دايما عندنا في المدرسة بيبقى مشعل، كنا دايما بيبقى فيه تحديات بيننا وبين زمايلنا على مين اللي هياخد دوري المدرسة، وزي ما قلت لكم كنا دايما بنتنافس عن مين فينا اللي هيروح فرقة المدرسة. كنت بحاول دايما الفت انظار مدرس الالعاب بتاعنا، واعتقد ان انا نجحت في ده كتير تقريبا في كل المراحل الدراسية اللي انا دخلتها. انا بقى من نوعية الناس اللي ما كانتش بتحب تخسر، كنت دايما بحب اكسب اي حاجة، واعتبر باد لوزر كمان، ما بحبش اخسر، بحب دايما اكون كسبان. كنا لما ننزل مثلا ونبقى عاملين ماتش وحش جدا في دوري المدارس ده او دوري الفصول، كنت ببقى متنرفز جدا على زمايلي واقعد احمس فيهم واشجعهم علشان نفوق ونلعب لعبنا اللي احنا متعودين عليه ونكسب البطوله او نكسب الماتش اللي احنا كنا خسرانين فيه. واستمر الموضوع كمان معايا في الجامعه، شغفي في الكوره كان بيزيد كل يوم، حتى كمان لما فقدت الامل ان انا العب في اي نادي شغفي للكوره ما كانش واقف، وكنت دايما بدور على ازاي العب بطولات مثلا في المدارس او في الاماكن اللي انا بدرس فيها، او حتى في الدورات اللي بتبقى خارجيه مع صحابي. كنت دايما بقول ان حلم النجوميه ولعب الكوره في نادي كبير في مصر او بره مصر كمان راح، لكن شغفي وحبي للكوره عمره ما راح. المهم كنت دايما في الجامعه بقعد ادور على مواعيد تقديم بتاعه فرق الجامعه، ومن شغفي وحبي في الكوره زي ما قلت لك ان انا في فتره الجامعه كنت دايما بقعد اسال على المواعيد والفتره اللي بيقدموا فيها لفرق الدوري، وكنت دايما اروح اسال او اسال ناس صحابي من اللي مهتمين معايا بالكوره ان احنا امتى هنقدم، امتى هنلعب، عايزين نخش دوري الجامعه والكلام ده كله. وفعلا واحد صاحبنا عرف اول ميعاد وقدم وخدني معاه في فرقته ولعبنا اول دوري في الجامعه. وقتها صاحبي دوت كان محتاج حارس وقال لي تعالى اقف معانا، واكيد ما رفضتش العرض دوت ورحت على طول. وانا اساسا كان مركزي المفضل هو ان انا اقف جون، لكن للاسف البطوله دي ما طولناش كتير وطلعنا يعتبر من اقوى فرقه في الدوري وقتها، وما كملناش كتير في البطوله دي. وطبعا حطيت في دماغي فكره ان انا لازم اخد دوري الجامعه ده، وعدى شهور وعدت سنه وما دخلتش الدوري ده تاني، وجت السنه اللي بعدها وبعد تدوير كتير عن المواعيد، تقريبا السنه اللي فاتت اللي عدت ديت ما كانش اتعمل فيها دوري ساعتها، دورت على السنه اللي اتعمل فيها بعدها وقررت ان انا هخش. وبرضه ناس صحابي او زمايلي لموا فرقه وكلموني ان انا اروح اقف لهم جون، ورحت معاهم. الفرقه بقى دي كانت اقوى من الفرقه الاولانيه اللي كنت معاها، ودخلنا وحققنا فوز كبير جدا في ماتشات كتيره، ووصلنا النهائي، وكانت اللحظه الحاسمه اللي انا كنت بستناها ان انا اخد دوري الجامعه. لكن للاسف ما حققتش الدوري في السنه دي. وبعد الدوري ده على طول قلت لنفسي ان انا مش هطلع من الجامعه لحد ما اخد الدوري بتاعها، ما انا مش هكون في كل مراحل الدراسيه بتاعتي خدت دوريات كتير واجي على الجامعه وتقف عليا، لا لازم اكسر دي كمان واحققها، عشان حتى اثبت لنفسي ان الظروف هي اللي ما سمحتليش ان انا العب في نادي وان انا كنت اقدر العب في نادي. المهم بقى يا سيدي، وصلت سنة الامتياز اللي هي كانت آخر سنة دراسية ليا، وقررت إن أنا مش هخرج من الجامعة غير لما آخد دوري الجامعة. بدأت أسأل إمتى المواعيد وإزاي نقدم والكلام ده، واتفاجئت إن أنا الناس اللي كنت بلعب معاها آخر دورة بيلموا فرقة لوحدهم وداخلين من غيري وكلموا حارس غيري. طبعا الموضوع ده حز في نفسيتي شوية، وقررت إن هلم أنا فرقة تانية وأخش وأكسب البطولة دي. وقد كان بدأت ألم الفرقة وأكلم ناس صحابي قريبين مني، وكمان ناس من الفرقة اللي أنا كنت فيها لما عرفوا إن أنا بلم فرقة كلموني وقالوا لي خلاص هنيجي معاك. قلت مفيش مشكلة ونخش، والمرة اللي فاتت وصلنا بنفس الفرقة النهائي، فرقتنا المره دي اقوى، اكيد هناخد الدوره دي. ودخلنا الدوره دي وعزيمتنا عاليه جدا، ودخلنا وكسبنا ماتشات كتير جدا باكتساح ووصلنا النهائي. وطبعا مش عايز اقول لك ان حماسنا كان عالي جدا جدا جدا، وكان اغلبنا جواه فكره الانتقام وان احنا عايزين ناخد البطوله دي عشان اللي حصل لنا اخر مره. وده اللي حصل فعلا، دخلنا الماتش وضغط ضغط وخلصنا وكسرنا الدنيا وعملنا
والكلام ده كله وخدنا البطوله. وقتها حسيت ان انا ضميري ارتاح وان انا حققت بطولات في كل الفترات الدراسيه اللي انا دخلتها، فتره الابتدائي والاعدادي والثانوي وفتره الجامعه، وقفلت الكتاب خلاص بالنسبه لي. وكاس الجامعه كان اخر دوره او اخر كاس انا حققته، ده غير ميداليات كتير منها مركز تاني ومركز اول ومركز تالت، بس انا ما بعدش المراكز التانية دي وبعتد بالمركز الاول بس. اما بقى بالبطولات الخارجيه عن الدراسه فانا دخلت تقريبا دورتين، واحده منهم حققنا مركز ثالث كنتش الحارس الاساسي، وواحده تانية طلعنا بدري بدري. وبنسبه كبيره يا صديقي انت شاركتني نفس الحلم ده، وشباب كتير شاركوني نفس الحلم ده، لكن الظروف ما تهيأت لناش ان احنا نوصل للهدف اللي احنا كنا عايزينه ده واللي احنا كنا بنحلم بيه، واغلبنا مسار حياته اختلف واهدافه اتغيرت من بعد فشل الخطه دي، وده كان اكيد لاسباب كتير. ممكن ما كانتش امكانياتنا كافيه ان احنا نوصل للنقطه اللي احنا عايزينها او اللي احنا في طموحنا، ممكن كنا راسمين لنفسنا صوره عاليه جدا وان احنا ممكن نحقق حاجات كتير وده ما كانش مناسب لامكانياتنا، ممكن نكون ما توفقناش للوصول للوجهه المناسبه اللي ممكن تلمعنا او تاخد بالها مننا، او ممكن يكون زي اللي حصل معايا وان اهلي فضلوا ان انا اتعلم واخد مسار التعليم احسن، خاصه كمان ان انا كنت الابن الكبير في العيله فلازم اتعلم واخد التلميعه بتاعه التعليم دي واخد الاهتمام بتاعهم كله. طبعا انا مش ناقم ولا اي حاجه على الوضع ده، لكن بحكي لك تجربتي زي ما اكيد انت ليك تجربتك الخاصه. وطبعا في عامل كمان ما نحبش نتكلم عنه او اسوأ عامل فيهم، وهو عامل الواسطه، وده يمكن اللي مخلي مستوى الكوره في مصر بالشكل ده، وده السبب كمان اللي خلى اخويا ما يلعبش في احد الانديه، لان اخويا كان بيشاركني نفس الحلم وانا سعيت معاه ان احنا رحنا لاختبارات كذا نادي، لكن بصراحه الوضع هناك كان مسخره المسخره. ما اقدرش اقول لك كان الوضع عامل ازاي بالظبط، لكن اكيد انت متخيل، واللي منكم راح اختبارات انديه والكلام ده فاهم انا اقصد ايه كويس. اخويا كان بينزل، واخويا كان احسن واحرف مني كمان، يمكن احسن واحد في عيلتنا كان بيلعب كوره، كان بينزل ويلعب ويظهر في الفرقه اللي بتلعب، وكمان كان في ناس يمكن احرف من اخويا كمان. بعد ما التقسيمه اللي كان بيحطها بتخلص تبص تلاقي ولد تاني نازل بكارنيه ويدي لي الكابتن اللي قاعد يقيم اللعيبه ويدي التذكره اللي هتاهله ان هو يجي الامتحانات تاني. وبالمناسبه عايز اقول لك ان من الانديه دي كان انديه موجودين دلوقتي في الدوري كمان. اخويا انا رحت معاه فرقه واثنين وثلاثه، والثلاثه كانوا بنفس النظام، حتى فكرنا ان احنا نقدم له في اكاديميه، لكن لما رحنا الاكاديميه قالوا لنا احنا عايزين فلوس عشان ما اعرفش نوديه نادي ايه، وفي النادي اللي ايه دوت هتدفعوا مبلغ قد ايه علشان تخشوا مش عارف فين، ولفه كده طويله. حسينا ان الموضوع خلاص مش طريقه، وبرضه قررنا ان هو ياخد طريق التعليم زيي، مع ان اخويا كان في السعوديه وكان قدم في اختبارات احد الانديه هناك وبالفعل اتقبل، لكن ما حصلش نصيب لانه كان خلاص خلص فتره الثانويه بتاعته وكان نازل عشان دراسه الجامعه. وطبعا وقتها حوار انك تضحي بالتعليم علشان تخش في نادي ما كانش حاجه مضمونه، فطبعا المضمون هو انك تتعلم، ولو في نصيب ان انت تلعب في مكان معين جنب التعليم فده هيكون انسب. وده كمان كان فكر عيلتنا بالذات مع اخويا. وفي مره واحنا في اختبارات احد الانديه وانا مع اخويا، احد الانديه في الدوري الممتاز الكبيره كمان مش صغيره، كان في فئات عمريه في الفتره اللي انا رحت مع اخويا فيها ديت مناسبه مع عمري، فاخويا وقتها قال لي ما تخش تختبر وتجرب حظك. خدت الجزمه بتاعت اخويا ونزلت، وكانت التقسيمه بتتلعب تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، وقلت يمكن محدش عارف الخير فين، يمكن كنت جاي مع اخويا ويكون مكتوب لنا الخير. فجهزت ولبست وحسيت ان الحماس خلاص والنشوه بدات تعلى، وحسيت ان الحماس خلاص بدا ياخدني والادرينالين خلاص بقى في اعلى مراحل. نزلت وبدانا التقسيمه واحد واثنين والناس بدات تلعب، بعدين بنبص حوالينا لقينا اللجنه اللي قاعده اساسا بتكلم بعض، واللي ماسك التليفون واللي خرج واللي ما اعرفش ايه مش مركزين معانا اصلا. واتاريها نفس اللي حصل مع اخويا، فكره ان بينزل واحد ابن فلان او علان بالكارنيه بتاعه ويوديه للمدرب او اللجنه اللي قاعده ويديله التذكره اللي بتاهله للامتحان الجاي. ووقتها اكتشفت ان خلاص ده كان اخر حاجه ليا انا ممكن اعملها، واكتشفت ان ده خلاص كانت نهايه الحلم بتاعي، وكمان وقتها كان نهايه حلم اخويا. كان حلم جميل يا اخي، لكن حلم ما اتكتبلوش ان هو يخرج للنور. زي ما قلت لك انا مش زعلان ولا ناقم على ان ده حصل معايا، محدش عارف الخير فين، ودايما كانت امي تقول لي يا عم ده اللعيبه راس مالهم رجليهم، لو واحد منهم اتكسر ولا اتصاب خلاص انساه كده. لكن هتفضل دايما الكوره هي هوايتي وهوايتك وهوايتنا كلنا المفضله. الكوره هي الحاجه اللي بنحب نتابعها ونتابع اخبارها ونتابع اي حاجه محيطه بيها. الكوره اللي اتحولت من حلم الممارسه واحنا صغيرين للمهرب اللي بنهرب له واحنا كبار، بنهرب له من ضغوط الحياه بان احنا نروح نلعب ونفرغ كل الطاقه السلبيه اللي عندنا ونجري مع صحابنا ونفتكر ذكريات زمان ونهرب فيها كمان من الواقع اللي احنا عايشينه. حلم النجوميه والكوره راح، لكن حبها لسه موجود جوانا، وحب ممارستها وحب الفرجه عليها. اكتب لي بقى في الكومنتس ايه الحاجه اللي منعتك ان انت تلعب كوره وتمارسها كالهوايه المفضله بتاعتك في احد الانديه اللي انت كنت بتحلم بيها ومنعتك من تحقيق حلمك. ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير لصاحبك اللي كان مهتم جدا بالكوره وكان نفسه يلعب في الانديه وما توفقش، وقول له انت مش لوحدك كلنا زي بعض. وما تنساش اللايك كمان، وكمان مره ما تنساش السبسكرايب عشان تتابعني كل خميس في حكاوي الخميس. انا محمد السباعي وده حكاوي الخميس في 3/4 ميكس. سلام.